بعد ما حطوا له سم في الاكل واتصاب باربع رصاصات، لكن ده ما كانش سبب موته. في اوائل القرن العشرين روسيا كانت بتعيش في حروب وفقر، وفي وسط كل ده ظهر راسبوتين، راجل غريب اتشهر بقدراته الروحية والشفائية. راسبوتين قدر يقرب جدا من العيلة المالكة، خصوصا الامبراطورة الكسندرا لما نجح يعالج ابنها الوحيد، وبسرعة بقى ليه نفوذ كبير في البلاط الملكي، وكان بيتدخل في قرارات سياسية وإدارية، وده سبب غضب النبلاء والشعب. كتير شافوا ان وجوده زود الفساد وزود ازمات روسيا، خصوصا خلال الحرب العالمية الاولى لما كانت البلد بتنهار اقتصاديا وعسكريا. 1916 مجموعة من النبلاء قرروا يخلصوا منه، وبعد محاولات كتير قتلوا راسبوتين بعد ما حطوا له سم في الاكل واتصاب باربع رصاصات، لكن ده ما كانش سبب موت لانه مات غرقان بعد ما رمى نفسه في النهر وهو بيهرب منه. نهاية راسبوتين كانت بداية النهاية لآخر إمبراطور روسي اللي قضت عليه الثورة البلشفية بعدها بسنة.